وصفتنا لليوم رولات الباذنجان المشوي المحشية بالدجاج. وصفة كتير طيبة وكتير سهلة ومكوناتها متوفرة بكل بيت. استخدمت كيلو باذنجان، قشرته بس من طرفين وتركت الأطراف مع القشر لحتى يضل الباذنجان عندي متماسك لما قطعه. بقطعهم كلياتهم سلايسات بهذا الشكل لحتى خلص كل الكمية. وهلأ برش الباذنجان بالملح الصخري لحتى اتخلص من المرار اللي بيكون موجود بالباذنجان. وانتو حتشوفوا انه بلشت المي يلي بالباذنجان بتصير بتطلع، هذا بيكون المرار يلي فيها. بتخلص من المي اللي طلعت بورق النشاف بهذا الشكل. وهلأ بدهم مقلاية أو طنجرة بزيت الزيتون، وبشوي الباذنجان على الطرفين لحتى يتحمر بهذا الشكل. وبكمل الكمية كلياتها لحتى تجهز عندي. بحضر مكونات صلصة البندورة: معلقة معجون طماطم، إكليل الجبل، فصين توم، حبتين بندورة وفليفلة وبصل. بطحنهم لحتى ينعموا، بضيفلن كاسة مي مع معلقة فلفل صغيرة ومعلقة ملح صغيرة، وبحطهم على النار لحتى يتسبكوا مدة 10 دقايق. وهلأ بجهز حشوة الدجاج. استخدمت صدرين دجاج طحنتهم ناعم، وضفت لهم معلقة صغيرة ملح مع معلقة صغيرة بودرة ثوم ومعلقة صغيرة بودرة بصل، وضفت لهم كمان معلقة دبس فليفلة. كورتهم وقليتهم بزيت الزيتون لحتى يتحمروا مثل ما انتم شايفين. هلأ بعد ما صارت كل المكونات عندي جاهزة، صار فيني لف رولات الباذنجان. طبعا لازم خليهم يبردوا شوي قبل ما بلش لف لحتى اقدر لفهم بهي الطريقة. كتير بسيطة وسهلة طريقة اللف. بلف كل الكمية لحتى اخلصها، وبلش رصها بالصينية يلي بدي دخلها على الفرن بهذا الشكل. بحط رولات الباذنجان وبضيف الصلصة يلي أنا مجهزتها. ريحة الصلصة كتير طيبة من إكليل الجبل. هلأ بعد ما حطيت الصلصة بدخلها على الفرن 20 دقيقة لحتى يتشرب الباذنجان نكهة صلصة البندورة. وبعدها برجع بطلع الصينية وبضيف لها الموزاريلا يلي باشرتها على كل رول من الباذنجان، وبرجع بدخلها على الفرن لحتى تسيح الموزاريلا. وهلأ صارت أكلتنا جاهزة للتقديم، شكلها بشهي وطعمتها بتشهي القلب. بتمنى الوصفة تكون عجبتكن، ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس.